غلطة انت بتعملها حتى لو حسب سعراتك هتعمل لك مشكلة ومش هتخليك انك تخس او تبني عضلات. بس قبل ما اقول لك الغلطة دي محتاجين نتكلم شوية في موضوع السعرات وليه جه موضوع السعرات والحسابات والكلام ده. زمان كان المقولتين المشهورين عايز تبني عضلات كل اخضر واليابس، وهنا كان بيقابلك مشكلة ان انت لما بتيجي سعادتك تبني عضلات بتزيد بنسبة دهون عالية جدا، وده بيعمل لك مشكلة في فترة التنشيف. والمقولة التانية لو انت عايز تخس قلل اكلك، وهنا كان بيواجهك مشكلة تانية انك بتخسر عضلات. ليه؟ لان انت كنت بتاكل وخلاص، ما تعرفش هل انت دخلت احتياجك اليومي من التغذية ولا لا. فده كانت مدرسة زمان، وانا كنت واحد من المدرسة دي. لما جه بعد كده موضوع السعرات ده سهل علينا كتير واختصر علينا وقت كبير، لان انت دلوقتي في موضوع السعرات بتكون عارف هل انت دخلت احتياجك اليومي من التغذية ولا لا، هل انت قصرت، هل انت ملتزم، هل انت ما قصرتش. كل ده بنعرفه، وده اللي بيساعدنا ان احنا نوصل لنتائج سريعه. الغلطه بقى اللي بتواجهك هنا وانت بسببها ما بتتطورش حتى وانت حاسب سعراتك، لا انت عارف تخس ولا انت عارف تزيد والدنيا بايظه معاك، هو انك بتعامل جسمك بالارقام، وجسمك ما بيشتغلش بالارقام، جسمك بيشتغل بالهرمونات. الارقام دي عشان تعرفنا هل احنا دخلنا احتياجنا اليومي من السعرات ولا لا، لكن السعرات دي هتاخدها من ايه؟ ده اللي هنا اللي هيحكم. يعني سيام مثلا واحد هياخد 1500 سعره، هياخد ال 1500 سعره دول من بسكوت وشيبسي وايس كريم وبيتزا وبرجر ومش عارف ايه والكلام ده، ولا هيروح ياخد ال 1500 سعره دول من بروتين وكربوهيدرات ودهون صحيه والياف؟ فالنوع المغذيات بيفرق. المشكلة التانية بقى ان انت بتاكل ايس كريم في اطار سعراتك ولكن ما بتخسش. ليه؟ عشان بتحصل مشكلة واحدة سعادتك بتقع فيها ومش واخد بالك منها، الانسولين. سكر الدم يعلى وينزل مرة واحدة بسبب ايه؟ الحلويات، بسبب ايه؟ الايس كريم، بسبب ايه؟ الاكل الغير صحي، وانت داخل اطار سعراتك ما بخسش بس انت بتاكل اكل غير صحي. فركز واعرف المغذيات اللي داخله جسمك عشان تقدر انك تخس او تبني عضلات. حاجه كمان عايز اقولها لك في موضوع السعرات، انا كنت عاملها في فيديو تاني ولكن خلينا بقى بما اننا اتكلمنا في الفيديو في السعرات فخلينا نكمل في الفيديو ده. مفيش حاجه اسمها عشان تزيد تاخد 500 سعره وخلاص، وعشان تخس تنزل 500 سعره. بص، حته تزود 500 سعره او تنزل 500 سعره ايا كان الهدف اللي انت بتسعى ليه، الفكره دي بتختلف من شخص لاخر، كل واحد حسب استقبال جسمه. يعني ايه؟ يعني في واحد ممكن ياخد 500 سعره زياده عن احتياجه ما يعملوش معاه حاجه، ما يحسش بفرق. ممكن ياخد 750 يحس بفرق. استقبال جسمه للسعرات الزياده دي كويس جدا، فبالتالي جسمه ما بيخزنش معاه دهون بنسبه كبيره، فبعرف اعلي له سعرات براحتي. في واحد تاني لا، ال 100 سعره زياده بتفرق معاه. في واحد لما انزله 500 سعره ما تعملش معاه نتيجه مرضيه، انزله 700 او 800 تعمل معاه نتيجه اقوى. في واحد انزله 200 بس تعمل معاه نتيجه. الخلاصه عشان اريحك، مفيش برنامج ثابت تقدر تلتزم بيه يوصلك لاهدافك. البرنامج بيتغير حسب استقبال جسمك للتغذيه من بروتين وكربوهيدرات ودهون صحيه وغيره وغيره وغيره. فاحنا بنشوف استقبال جسمك ايه للمغذيات اللي بندخلها له. فما فيش حاجه اسمها تروح تقلل 500 سعره، انزل 200 سعره، ازود مش عارف ايه. الكلام ده لو هيوصلك لنقطه معينه وهتقف. عشان كده لما بنيجي نتابع معاك بنصور وبنشوف صورك عشان نعرف استقبال جسمك ايه، مش بس عشان ناخد الصور نحطها على الصفحات عندنا ونعرف الناس ان احنا جامدين ومشطشطين ومفيش مننا اتنين. فاهمني؟ بس هي دي الفكره. فاعرف انت بتتعامل مع جسمك ازاي، ولازم تكون عارفه ان مفيش برنامج ثابت والبرنامج لازم يتغير، وخصوصا البرنامج الغذائي. يعني التمرين في حاجات معينه بتتغير حسب انت بتعمل ايه. التغذيه لازم بتتغير، لازم، مش هينفع تمشي على نظام غذائي ثابت طول حياتك. وده اللي يودينا لنقطه تانية، الناس اللي هي بتتنصح وتيجي تقول لك ايه، انا هحفظ التمارين واروح اتمرن التمارين. طب والاكل؟ تعمل ايه في الاكل؟ يا جدعان بالله عليكم ما تستسكوش على نفسكم، لان انتوا اللي بتدفعوا الثمن بعد كده. ان انت لما هتجيلي عندك مشكله الموضوع بيكون اصعب بكتير من ان انت جايلي ما عندكش مشكله. ركز واعرف انت بتتعامل مع جسمك ازاي. جسمك ما بيشتغلش بالارقام، ركز في دي. سلام.